ان الاتصالات بزاف الناس ولاو كيبغيو يخلصوا لا فاكتور ديالهم كيلقاو تزادت عليهم واحد الزياده. راه الاتصالات انها فرضت على الشركات اللي كتعامل معها باش تخلص انها تولي تعطيها الثمن ديالها كامل. السلام عليكم خوتي العزاز، نتمنى من الله كلشي يكون بخير وفي احسن الاحوال. اليوم خوتي بغيت نتكلم لكم على عروض ديال اتصالات المغرب. وقبل ما نبداو في هذا الشرح خوتي العزاز، نتمنى من الله انكم تدعموا القناه بزر لايك اشتراك. خوتي العزاز، كنت درت واحد الفيديو قبل على اتصالات المغرب، شرحت فيه الطريقه كيفاش انك تقدر تصلح بعض المشاكل اللي كتكون في الانترنت. حنا كنعرفوا ان اتصالات المغرب انها بدلت بزاف الخطوط ديال لالين باش تكون الانترنت شويه مزيان عند الناس، ولكن اغلبيه الناس بقى عندهم هذا المشكل. شكون هما الناس اللي استفادوا من هذه الخدمه؟ هما الناس اللي كانت لالين تصايبات قريبه ليهم، هما اللي ولات عندهم الانترنت خفيفه وخدامه لهم مزيان. دابا المشكل خوتي هو ان اتصالات ما دارتش العروض كما انوي واورانج. بقات العروض ديالها هما غير هي العروض دارتهم في صالح الشركات على حساب المواطن. وبالمناسبه انا ما عندي المشكله مع اتصالات ولا مع انوي ولا مع اورانج، نحاول نشرح للاخوان بعض المشاكل اللي كتكون في هاد الخدمات ديال الاتصال. المهم خوتي غادي نحاول ندخل الموقع ديال اتصالات المغرب، لان الاتصالات دايره ادي سي العاديه والادي سي البرو. حنا غادي نحاولوا ندخل العروض ديالهم. هذا هو الموقع ديال العروض ديال الاتصالات في الادي سيل. كما كتشوفوا كاين الام تي ديو ادي سيل و ام تي بوكس ادي سيل. المهم هادو هما العروض القدام ديال الاتصالات اللي حرفت هي انها بغات تنزل في الثمن وما بغاش تزيد في الصبيب ديال الانترنت. عندنا 4 ميغا ب 199 درهم، نقولوا 200 درهم، وعندنا 12 ميغا 250 درهم. وبالمناسبه على هذا الموضوع اللي كنهضروا عليه اخوتي العزاز، ان الاتصالات بزاف الناس ولاو كيبغيو يخلصوا لا فاكتور ديالهم كيلقاو تزادت عليهم واحد الزياده. راه اتصالات انها فرضت على الشركات اللي كتعامل معها باش تخلص انها تولي تعطيها الثمن ديالها كامل. حيت كانت اتصالات كتخلص واحد النسبه في هذيك لا فاكتور، دابا ولات كتقول لهم بغيتها كامله، يعني 5000 ريال تعطيهم لي 5000 كامله، 4000 يعني 4000 كامله. ودابا الشركات ولاو انهم مضطرين انهم يزيدوا على الناس ديك البروسونطاج ديال الثمن باش يخلصوا لا فاكتور. ملي هضروا هاد الشركات مع اتصالات على حساب الزبناء قالوا لهم ان المواطنين هما اللي خصهم يخلصوا، حنا ما نبقاوش نخلصوا عليهم. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا. هادو هما العروض ديال الناس البسطاء، الناس اللي ساكن ما عندهمش وكيعانيو مع اتصالات. 4 ميغا يعني راه واخا يعطيوها لك دابا فابور ما غاديش تخدم بها. اغلبيه الناس كتعاني في هذا المشكل. 12 ميغا راه كنقدروا نقولوا موين في الخدمه، ماشي شي خدمه اللي كبيره، ولكن الناس بالثمن بزاف مقارنه مع العروض ديال انوي وديال اورانج. فرق كبير بالنسبه للناس اللي دايرين الخط ديال المكالمات. 4 ميغا عندك مكالمات لا محدوده وثلاثه السوايع يمكن لك تهضر بها في العالم كامل. كذلك هنايا 300 درهم. المهم خوتي هنايا هادو العروض كما قلنا ديال الناس البسطاء. راه نمشيو نشوفوا العروض ديال الشركات. هادو العروض ديال الشركات. تخيلوا خوتي العزاز ان شركه اللي عندها الفلوس غادا دير لك
عروض بهذه الأثمنة، وانت اللي مواطن بسيط كتقاتل مع الوقت، حاسبين عليك ثمن كبير، والشركات اللي عندهم الفلوس دايره ليهم عروض مزيانه. ما فهمتش انا هاد الناس كيفاش كيفكروا، يعني هما قلبوها. الشركه غدير لك 4 ميغا ب 99 درهم، قول ب 100 درهم، عيب، ما عندها حتى معنى. وكما كنشوفوا هنا في هاد الخانه 149 درهم، 150 درهم 8 ميغا، وهاد 150 درهم راه انوي دايره فيها 20 ميغا، وديرها للناس العاديين ماشي الشركات. 12 ميغا داير لها 200 درهم، 20 ميغا دايرين ليها 400 درهم. ما كنتمناو من الله الناس اللي عندهم القرار في هاد المسائل ديال الاتصال انهم يتدخلوا ويشوفوا من حال الدرويش وينزلوا عليه في الفاكتور، ولا يزيدوا في الصبيب ديال الانترنت، لان الناس خدامين بالانترنت مزيان، والناس هنا باقا كتعاني مع 4 ميغا ومع 12 ميغا. نتمنوا من الله انهم يشوفوا من حال الدراوش، لان الدرويش اغلبيه هو اللي كيخدم بالانترنت. الا كنتي غادي تزيد عليه في الثمن بزاف وانترنت ناقصه، يعني راه بحال كتعدمو. خدمتي بالروشارج عادي ما كيخدمش لك مزيان، كتجي لا علاقه، ومشكل انه محدود، بحال دير لك واحد العدد، يعني كتكون 200 ميغا ولا 400 ميغا ولا 500 ميغا، يعني الا خدمتيها جوج فيديوهات ولا 3 السلام عليكم، نوض عاوتاني شارجي. ما خطا دوك العروض ديال الشهر ديال 30 درهم اللي كتقدر تعاون الشباب، ولكن حتى هو عنده محدود، يعني كتخدم لك غير بالفيسبوك، الواتساب، انستغرام، ماشي شي حاجه اللي كبيره اللي غادي الانسان يبغي يخدم بها في شي مواضيع اللي غادي نفعو ولا شي حوايج اللي غادي يقدر يستافد منهم. وكما كتشوفوا خوتي العزاز، هادو هما العروض اللي كاينين في ديال الاتصالات، عروض لا علاقه لهم بالمنطق، مقلوبين. الشركه عندها خصم في الاثمنه وعروض زوينين، والدرويش راه العروض اللي مديرين ليه راه كيقهروا فيه، وزيادة على ذلك الزيادة في الفاكتور. نتمنى من الله خوتي العزاز اني نكون توفقت في هذا الشرح البسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.